مرحلة الهيبي. قد تكون سمعت يوما ما من أبيك وأمك أو من جدك عن هذه المرحلة التي مر منها في صباه أو في شبابه، أو قد تكون أنت كذلك أيها المشاهد الكريم قد أطلقت هذه الكلمة يوما ما على شخص ما بسبب نوعية ثيابه أو بسبب تسريحة شعره. ولكن هل تساءلت يوما عن ماهية هذا الاسم أو عن جذوره التاريخية؟ لقد قررت أن أبحث عن أدق تفاصيله في هذا الفيديو، وأتمنى أن أوفق في ذلك. فمن هم الهيبيز؟ بالإنجليزية هيبي هم بالأصل ظاهرة اجتماعية كانت حركة شبابية نشأت في الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، ثم ما لبثت أن انتشرت في باقي بقاع العالم، وكان شعارها الحب لا الحرب. ففي فرنسا مثلا كانت مجلة أكتيال هي الانطلاقة الأولى للحركة المرجعية للهيبي. بالطبع مثل جميع البلدان كان هناك شعار في فرنسا معلق في جميع الملاهي والمقاهي المهمة: عش دون وقت ميت وتمتع بدون عوائق. إذ بعد الأحداث التي وقعت في 30 سنة الماضية، وهي الحرب العالمية الأولى والثانية والإحباط الذي ساد في ذلك الوقت، قرر الشباب في تلك الفترة بأن هناك تغييرا يجب أن يحدث. لكن لا أحد كان يعلم أن هذا التغيير سوف يحدث حركة تاريخية في العالم. بدأ ظهور الهيبيز أولا في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا، ومن ثم انتشروا إلى أن وصلوا إلى كندا وأوروبا. ففي سنة 1968 تم تحدي جميع أنواع السلطة من طرف مجموعات الهيبي، وكانت تطالب بتحرير الأخلاق في صفوف الطلاب والتلاميذ في المدارس. وتم تحدي الجامعة القديمة والمجتمع الاستهلاكي والرأسمالية ومجمل المؤسسات والقيم التقليدية، وقد أطلق عليها إدغار موران اسم اليسارية الوجودية، المؤدية لتغيير الحياة اليومية أكثر من طموحها لتغيير النظم السياسية. تعرضت حركة الهيبي لقمع متكرر من طرف النظام القائم وملاحقات قضائية لتعاطي المخدرات وامتلاكها. إضافة لهذا تم اعتبار الهيبيز حركة فاضحة ومخلة بالنظام والقوانين المتفق عليها، مثل رقصة الأتداء العارية. الهيبيون قاموا بالشك في فكرة السلطة، وفي المقام الأول شكوا في السلطة الأبوية التي نقول عنها نحن رضا الوالدين، وتجنبوا جميع أنواع السلطة، سواء السلطة المؤسساتية أو السلطة الفردية، سعيا لإقامة علاقات مختلفة مع أطفالهم. الهيبيون اتبعوا أساليب تربوية مناهضة للسلطة، ورفضوا جميع أنواع العنف والحدود، وأطلقوا على الشرطة لقب الخنازير. ويعتبر أبو الحركة الهيبية هو ألان جيتسبرغ، وهو شاعر معروف كان قد بدأ حركته هذه في كتاباته التي كانت تعبر عن إحباطات العالم والتي أثرت بدورها عليه. وبعد انتشار آرائه اتضح لكثير من الناس أن لديهم نفس النظرة التي لديه، وكان ذلك في الأربعينيات. وخلال الخمسينيات كانت المقاهي ونوادي الجاز مكان تجمع لهؤلاء الناس لكي يناقشوا رأيهم وشعورهم إزاء ما يجري في الحياة وفي العالم ككل. عاش الكثير من الهيبيز بعضهم مع بعض في مجموعات صغيرة تعمل إحداها مع الأخرى وتتقاسم الممتلكات، ورفض البعض منهم أن يرتبطوا بعمل أو بيت ثابت، وكانوا يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن عمل جزئي ومأوى مؤقت. والتمس البعض منهم المزيد من التغيير، وعاشوا في الشوارع أو في مخيمات في المتنزهات العامة
أو الميادين العامة الأخرى. وفي بعض الأحيان كان يطلق على الهيبيز أطفال الزهور، لأنهم كانوا يقدمون الزهور إلى الناس إظهاراً للرقة والحب. كان الهيبيز يرفضون العادات والتقاليد وأنماط الحياة في المجتمع، ويحاولون إيجاد نمط للحياة مغاير لما هو معروف. وقد كان معظم الهيبيز من عائلات الطبقة المتوسطة البيضاء، تراوحت أعمارهم من 15 إلى 25 عاماً. فقد أصبح المراهقون يدافعون عن آرائهم ومعتقداتهم الخاصة، وذلك في وجه والديهم والمجتمع. وكانوا يتركون بيوت أهلهم في سن مبكر لينضموا إلى جماعات الهيبيز، وهم يعتقدون أن كثيرا من البالغين يهتمون جدا بجمع المال، ولا يهتمون بغير ذلك إلا قليلا جدا. وكانوا يتركون شعورهم طويلة لأنهم يعتبرون قص الشعر عقائديا وليس أخلاقيا، ويلبسون الملابس الملونة لكي تتناسب مع ألوان الطبيعة، ويمشون حفاة على العشب. وقد استخدم كثير منهم الماريخوانا وعقار LSD وغيرها من العقاقير، وشكلت تجاربهم مع العقاقير الكثير من شعاراتهم وأفكارهم. وقد بلغ عدد المستخدمين له 8 ملايين شخص، معظمهم من المراهقين بدءا من سن 12. وأعجب الكثير من الهيبيز بالعالم النفسي تيموثي ليري الذي كان يبشر بالخلاص عن طريق استخدام العقاقير. والصويرة في المغرب بروحها البوهيمية الموروثة من الماضي، المدينة الطافحة بالروحانية بأهلها المتسامحين والمتقبلين للآخر، تعد قلعة الهيبيين في الستينيات والسبعينيات، حيث غزوها على متن حافلات الفولكسفاغن الصغيرة. كانت واحدة من أهم المدن التي استقطبت الهيبيين في هذه الحقبة من تاريخ المغرب، حيث تدفق عدد كبير من الشباب الهيبيين واستقروا في منطقة الديابات نواحي الصويرة، وأيضا في منطقة دار السلطان المتهدمة. كانت بالنسبة لهم تجربة هامة أن يستكشفوا عوالم أخرى جديدة. كانوا ينامون بالنهار ويستيقظون بالليل ليحتفلوا بعالمهم الخاص، حيث يتوقف الزمن، حالمين بتغيير العالم. وبما أن الستينيات كانت تشهد تحولات كبيرة في الفنون والموسيقى والموضة، فقد آمن الهيبيز بإمكانية إقامة عالم جديد مشرق تسوده الألوان المتدفقة للفنون التي يبتكرها المبدعون تحت تأثير المخدرات وفي تماس مع الطبيعة. في نظرهم كان الحب هو حل جميع المشكلات مهما بلغت شدتها. يقول بعض الذين عاصروا تلك الفترة في المغرب أنهم كانوا يلتقون بالهيبي على شاطئ برج البارود وفي دار السلطان المهدومة، حيث كانوا يقيمون بكثرة، وأغلبهم شبان زنوج وبيض قادمون من حرب الفيتنام، يشبهون إلى حد ما جيمي هندريكس وكينغ كريمسون وأنجيلا دايفيس وغيرهم من الفنانين الأمريكيين والأوروبيين والأستراليين من الثوار اليساريين وأبناء الطبقة الميسورة. ونفس الشيء بالنسبة لمدينة طنجة المعروفة بطابعها الدولي آنذاك، وفي مقهى الحافة المشهور آنذاك باستقطابه للهيبي. أما بخصوص الموسيقى فقد اشتهرت عدة فرق غربية ومغربية في تلك الحقبة، وكان لثقافة الهيبي تأثير على موسيقى غناوة مثلا، حيث يقول البعض أنها فصلت موسيقى غناوة عن جذورها الروحانية وحولتها لفولكلور. ويقولون أن الانفصال بدأ حين زار الهيبيز الصويرة في أواخر الستينيات وطلبوا من عبد الرحمن باكا، وهو من مشاهير الغناوية، تنظيم ليلة في فيلا على البحر، حيث اختلطت موسيقى الغناوة بموسيقى ليس لها أي وظيفة روحانية. كما أثرت هذه الظاهرة في الفن عموما،
فظهرت مجموعات غنائية كمجموعة أوسمان أو بيتلز المغرب التي ظهرت في سنوات السبعينيات، ويقال أن الحسن الثاني بحث عن أشرطتها لإعجابه بموسيقاهم. وبالرغم من عمرها القصير ساهمت مجموعة أوسمان التي تأسست في بداية السبعينيات والتي أطلق عليها البعض لقب بيتلز المغرب في تعبيد الطريق لظهور مجموعات غنائية أمازيغية. وكانت هذه المجموعة أول مجموعة أمازيغية صعدت على خشبة مسرح الأولمبيا في باريس. ومن هذه الفرق أيضا مجموعة ناس الغيوان التي تكونت في أواخر ستينيات القرن الماضي في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء الفقيرة، واعتمدت في أغانيها على كلمات أصيلة استقتها من الإرث الشعبي وعلى أدوات موسيقية بسيطة، وشكلت بعد سنوات قليلة أهم ظاهرة موسيقية في تاريخ المغرب. على الرغم من تأثر أعضاء مجموعة ناس الغيوان كبقية أبناء جيلهم برياح موجة التحرر التي عرفها العالم في فترة الستينيات، فضلا عن بساطة مستواهم الأكاديمي، إلا أنهم تشبعوا بالثقافة الشعبية واعتمدوا في معظم أغانيهم على الزجل المنبثق من الإرث الثقافي الشعبي. ومن أهم رواد هذه المجموعات والتي ظهرت في بداية السبعينيات مثلا نجد مجموعة ناس الغيوان، جيل جلالة، المشاهب، تقدى، وإيزنزارن. وفي الغرب ساعدت فرقة البيتلز، وهي فرقة إنجليزية شعبية غنائية راقصة، على انتشار حركة الهيبيز. ومن الفرق الغنائية الراقصة الأخرى الكبيرة والمحببة عند الهيبيز فرقة غريتفul ديد وفرقة جيفرسون إيربلاين، والمغنيين جوان بايز وبوب ديلان وجون لينون والشاعر ألان جينسبرغ والروائي كين كيسي والرولينج ستون. ونذكر أيضا أنه بعد 50 عاما على رحيل الفنان الشهير جيمي هندريكس لا زالت قرية الديابات الواقعة بالسواحل الأطلسية للمملكة المغربية تحتفي بذكرى عازف الجيتار الأسطوري الذي زار المنطقة في صيف 1969 في رحلة تاريخية لفنان الروكاندرول قبيل رحيله المأساوي إلى دار البقاء في ريعان الشباب. ويمكن اعتبار منطقة الديابات بمثابة معرض خاص لهندريكس، وذلك لوجود مقهى يحمل اسم كافي جيمي ونزل هندريكس، كما توجد صور ملونة متناثرة في أرجاء القرية وشعارات تذكر الزائرين بهذا المرور التاريخي. وقد توفي على بعد أشهر قليلة من مشاركته في المهرجان الأسطوري العالمي وودستوك وهو في قمة تألقه وعطائه. ورغم غياب وثائق وتسجيلات صوتية أو سهرات غنائية، تبقى حكايات سكان القرية المتداولة هي ما يوثق لهذه الزيارة. ولكن سرعان ما انقلب صيف الحب إلى خريف، فبعد تراجع الحركة الهيبية انتظم الكثير من المخلصين لها في تشكيلات تنظيمية تعمل بصورة مركزة وانتقائية. وقد حققت هذه الجماعات تأثيرات ملحوظة خصوصا في المجتمعات الغربية، فظهرت جماعات سياسية تناهض التسلح النووي، وجماعات تناصر البيئة، وجماعات دعم للعالم الثالث، وجماعات مناهضة للعولمة، وجماعات من السلميين يناهضون العنف والحروب. هيبيز السايد دور، ليستخدم الهيبيز الباب الجانبي. كانت هذه جملة توضع على بعض المحلات في فترة من الفترات، ومنها نستنتج أن الهيبيز لم تكن تلقى تأييدا وأن مصيرها الاختفاء. ففي الوقت الحالي اتضح لمعظم الهيبيز أنه ليس من السهل أن يعيدوا تشكيل المجتمع عن طريق الانسلاخ منه، حيث انضم بعضهم إلى حركات سياسية أكثر تنظيما للعمل من أجل قضايا اجتماعية محددة، وتحول الآخرون إلى القيم الروحية والدين المسيحي.
وترك غالبيتهم مرحلة الهيبيز وراء ظهورهم، محاولين التمسك على الأقل ببعض المثاليات التي أثرت فيهم في وقت ما. وفي الثمانينات من القرن العشرين اختفت هذه الجماعات تقريبا. لقد عبر هذا الجيل من خلال لجوئه إلى الأنماط الشاذة سواء على مستوى الأفكار أو السلوك عن التماهي العملي مع أفكار فرويد الذي جادل بأن البشر يوفرون الحماية لأنفسهم ضد الألم من خلال اتباع 3 سبل، هي التحويل والإشباع البديل والانتشاء. لقد كان التحويل باديا من خلال المعارضة الشديدة للحرب الفيتنامية والرفض التام للعيش تحت التهديد المستمر بحرب نووية تقضي على الجنس البشري، واللامساواة الاجتماعية والتمييز العنصري ضد السود. أما الإشباع البديل فقد كان يسمع صداه في ساحات الروك وصيف الحب Summer of Love، وهي مخيمات صيفية كان الغرض منها إظهار الحب بطريقة عفوية خالية من رتابة الطقوس التقليدية. أما الانتشاء فكان يتم وفق مبدأ الجنس لأجل الجنس وتعاطي المخدرات المعلن والمشفوع بروح التحدي. لقد كان جيلا تجريبيا يهرب من سلطة الخوف إلى فضاءات اللذة متمتعا بحياته وفق مبادئه الخاصة ذاتية التوليد. دمتم بخير، إلى اللقاء.